ازاي تتخلص من الكسوف نهائيا وتدخل تتكلم مع اي حد انت عايزه في 3 خطوات. ركز معايا في كل الخطوات كويس، علشان صدقني لو ركزت وعملت الحاجات اللي هقولها لك دي هتخرج وانت انسان جديد ما بتتكسفش من حد. في ناس كتير جدا بتتكسف تتكلم مع حد ما تعرفوش، خصوصا لو معجب بواحده وعايز تكلمها، او داخل على ناس اول مره تشوفهم، او صحابك واول قاعده معاهم. بتسكت، ما بتعرفش ترد ولا تتكلم. وفي طبعا اللي بيعمل نفسه قاعد على الموبايل مشغول بيه علشان يخبي نفسه من القعده. بتخاف من ردود الافعال، هيضحكوا عليا، هيشوفوني اهبل، الكلام ده كله. علشان تشيل الكسوف ده منك وتكون جريء هناخدها على خطوات بالترتيب. بس قبل ما ابدا اقول لك على الخطوات دي، انا عايزك تعمل حاجه الاول وما تستغربش، وهقول لك ليه في الاخر. عايزك كل يوم تشوف او تقرا موضوع جديد كليا في كل حاجه. مره تقرا في التاريخ، افلام، انمي، جيمز، رياضه، صحافه، وهكذا. جمع على قد ما تقدر معلومات عن كل حاجه حواليك في كل موضوع، وما بقولكش تكون خبير فيهم او تعمل فيهم دكتوراه او تقعد تحفظ، لا. انا بقولك يكون عندك على الاقل معلومات بسيطه في كل حاجه. اول خطوه فعليه بقى انا عايزك تعملها انك تبدا تتكلم مع حد قريب منك، لا تكون مكسوف منه ولا شايل هم ردة فعله ولا الكلام ده. باباك، مامتك، صاحبك الانتيم، اخوك. اتكلم وركز وشوف ردود فعلهم، وتعلم امتى تقطع كلام وامتى تكمل، امتى تهزر وامتى تكون جد، امتى تغير الموضوع وامتى لا، وهكذا. وده هيديك خبره مبدئيه في التعامل. تاني خطوه، طور الموضوع شويه، وعايزك تتكلم المره دي وتفتح مواضيع مع ناس انت مش هتشوفهم تاني ولا هم هيشوفوك. سواق تاكسي مثلا، او حد بيشتغل في مطعم انتوا الاكل عندكم مبقاش قد كده على فكره، رشح لي حاجه عندكم تكون احلى. تروح للتاني تهزر معاه، تقول له زميلك رشح لي الوجبه دي، ايه رايك فيها، وهكذا. هتكون اتجرأت شويه وابتديت تاخد خبره التعامل مع الناس وردود افعالهم. فطبعا هتتنقل للخطوه رقم 3. بقيه الخطوات في الجزء التاني. تابعوني. سلام.